موسم الأفراح، تعالوا نشوف هنلبس ايه فستان سواري. هاي، أنا ندى your personal stylist. عايزين فساتين سواري كتيرة لأنه هيبقى عندنا مناسبات كتيرة. طيب قبل ما ابتدي اشتري فستان سواري أو إنه هفصل فستان، مهم قوي أعرف شوية حاجات كده علشان تبقى تبس ليا قبل ما أفصل الفستان. أولا لازم أعرف الفرح فين، هل الفرح معمول في قاعة ولا معمول اوبن اير، لأنها بتفرق كتير. يعني مثلا لو الفرح في اوبن اير يبقى أنا مهم إن أنا ألبس ألوان فواتح، مش هقدر أخلي الفستان بتاعي طويل زيادة أو يكون عنده ديل، لأنه هيبقى صعب المشي لو أنا في الأوبن اير أو في جنينة، مش هيبقى سهل قوي إنه أمشي فيه. حتى الجزمة هيبقى مهم قوي إن أنا أختارها بالكعب بتاعها يكون عريض، عشان لو أنا في جنينة برضو الكعب الرفيع هيغرز فمش هيبقى مريح بالنسبة لي. مش هختاره مشغول كتير وزيادة ودانتال وكله تطريز زيادة. أنا مش ضد التطريز في الفساتين الأوبن اير، بس كمان لازم أختاره أخف بكتير من لو أنا جوه قاعة. حتى لو الفرح كبير جوه قاعة هلبس الألوان اللي أنا عايزاها، هلبس الطول اللي أنا عايزاه. طبعا شكل الجزمة هيبقى مختلف، حتى لو أنا لابسة بقى فستان فيه تطريزات كتيرة خلاص ده كده براحتي. مش معنى ان بنقول الفساتين الاوبن اير ما تبقاش مطرزه يعني ما اقدرش البس مثلا فستان بايات، لا بالعكس، انا ممكن البس كل الفستان يبقى بايات او ان هو كله خامه بتلمع ترتر او مطرز. بس هنا هعتمد قوي ان هو هتبقى بس القماشه، مش هتبقى القماشه وكمان في موديل كتير، في درابيهات مثلا كتير، الفستان منفوش زياده، هيبقى الفستان سيمبل اكتر. هعتمد بس على اللمعه بتاعه القماش. ممكن مثلا يكون موديل بسيط، هعتمد على درابيه في الفستان، من لو يكون قماشه شيفون او قماشه كريب، او انه اعمل مثلا كتف وكتف بيبقى حلو قوي في الصيف، ويبقى عندي براش. الورد نازل موضة جدا ونازل كتير في السواريهات، ممكن قوي اعتمد على الاكسسوارز بتاعتي. حاجة كمان عايزة اقول لكم انه ليه ما بنفكرش في قطعتين، دايما بنفكر في الفستان القطعتين ان هي تبقى الكورساج مع بنطلون او مع جيب. بينفع قوي ان انا اقدر ارجع استخدمه كذا مرة، يعني مرة هلبسه بالجيب، مرة اعمله جيب مثلا قصيرة من قدام وطويلة من ورا، مرة البسه مع بنطلون، مرة يبقى عندي حاجة مش فرح تبقى حاجة مناسبة اخف شوية، البس الكورساج تحت البدلة. فاقدر استخدم الايتم زي ما بنفكر في الكاجوال انه البسه اكتر من مرة، كمان في السواريهات خلينا نلبس القطعة اكتر من مرة ونستعلت كل مرة بشكل مختلف.